السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. اليوم غندير معكم الدجاج المغربي ديال الأعراس، طريقة الأعراس. دجاج محمر بالتغميرة واقفة وطيب الصدر، طيب زبدة والمذاق الصراحة واعر، واحد المذاق كيجي فيه كيستاهل التجربة. المهم بالنسبة للمقادير انا هنا راه عندي 4 الفرارج. اول حاجه كناخذهم هنا، ما كنديرش ليهم الماء، ما كنمسهمش كاع بالماء. من عند مول الدجاج ولا من السوبر مارشي ولا هذا كتجيبوهم، كتحاولوا تنقيو ليهم ديك الجلود ديال العنق وداك الجلافط اللي كيكونوا، كتخشيو الا كانت مخلين ديك القرجوطه كتخشيو يدكم على الانتيريور ديال الكرش ما بين الضلوع، كتحيدوا الى خلاو الريه ودوك بحال الكبيدات كيكونوا، وبالموس حيدوا واحد الجلده كتكون، تحيدوا ديك سميتها بحال الحبوبه كتكون في قزيبه، ودوك الضفار ديال الجلح حتى هما كنقطعوهم كنحيدوهم. المهم كتنقى مزيان هذاك الفرارج ديالنا. الا كان شي ريش كتحاولوا تحيدوا داك الشحمه اللي كتكون في الكرش لتحت. الا كان الفرارج غلاط انا شويه 2 لاروب هادو تقريبا فيهم. هنا كنحك بالملحه، كنحاول نحيد ديك الجلده، واحد الجليده بيليكول صفرة كتكون الفوق، كنحاول ونحك من تحت من دوك الجنيوحات وفي لي بلي ديال لي كويس حتى هما كتكون ديك الجلده بحال واحد الجليده صفرة. حاولوا تحيدوها، راه خلاص كتحيد بسهوله صافي. وكنكمل بهاد الطريقه كاملين هذوك الفريرجات ديالي، غنرش عليهم سكينجبير راه عظيم، في واعر بزاف سكينجبير، في كيحيد الريحه ديال الزفوره وديال الا كانت فيهم شي ريحه في الفرارج. وكنعصر عليهم الحامض، حتى الحامض كيشدهم و اون ميم طون كيحيد ليهم هذيك الزفوريه ديالهم. هاد الطريقه راه مهمه بزاف في الطياب ديال الدجاج، سينو راه الدجاج كيجي فيه الريحه ديال البزق حاشاكم ولا كتجي فيه ريحه الزفوريه ما كيجيش مزيان. هنا كنفركهم مزيان داك الجلوف ديال الحامض، كنماسيوهم مزيان هذوك الفريرجات ديالنا، نديروا ليه ماساج مزيان. صافي غنكمل الفرارج ديالي كاملين. وهنا كناخذ داك الحامض نعمر به الكرش ديالهم وكنخليهم واحد الساعه تقريبا. المهم الدجاج راه كيبغي الوقت. هنا لا ماريناد غناخذ بصله هنا باش غنشرملهم الشرموله ديالهم، الثومه كميه لا باس بها تقريبا 4 ولا 5 ضروس لكل واحد. كندير واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس هنا باش من اللون ما يجيناش خضر داك الخضوره، غير واحد شويه عاد باش كنديروا معاهم في نصيب مربط. هنا كندير واحد عاشق ديال الحامض، وهنا واحد اللب ديال حامضه كبيره. انا هنا الحامض راه دايراه مصير مصوباه، شي نهار نشارك معكم الطريقه. وهادو الجلوف غنحتفظ بهم للتزيين. هنا اللي قامه عندي سكينجبير، عندي شويه البزار بيض، شويه البزار، شويه ديال الكمون، غير واحد شويه، معلقه كبيره ديال السمن الخرقوم، ودامات الزعفران شعره، وواحد المعلقه صغيره الهريسه. هذاك زعفران الشعره راه اختياري ماشي مجبرين ديروه، المهم غير نزيدو نخرجوا ديك النكهه ديال الزعفران الشعره مزيان، وحتى اللون كيعطي واحد اللون زوين للدجاج. وهنا
غناخد واحد تقريبا 200 مليلتر ديال الماء، كاس ديال الماء كبير غنديرو باش نطحن به هذاك الخلطه ديالي. والخلطه خصها تطحن مزيان. هنا الزعفران شعره راه درتو كيتصهد، هذا زوين عندي ديال ايران كيجي زوين بزاف. صافي هنا غنخوي الخلطه وغنشلل شويه هذاك سميتو الكاس ديال الطحانه ونزيد هذاك الماء تما صافي. وناخذ داك الزعفران الشعره غنحكو بين يديا نزيدو في الشرموله ديالي. وغنزيد انا هنا واحد شويه ديال الملون باش يعطيني اللون، حيت الدجاج باغا لشي ناس اعراضه لشي ناس. صافي هنا هذاك الدجاج غناخذو غنبدا نغسلو، ما نطلقش عليه الروبيني باش ما يدخلش ليا فيه الماء بزاف. كنعمر باسين ونغسل المره الاولى ونغسل المره الثانيه والثالثه حتى كيتنقى ليا مزيان من داك سكينجبير ومن الملحه. ونحيد هذاك الحامض اللي دايره في الكرش ديالو تا هو نحيدو. صافي غنكمل بحال هكا فريرجات ديالي بربعه. ها هو الماء هنا كنبدل عليه، راه بدلت تقريبا شي 3 فوا بدلت عليه الماء. صافي وناخذ شي صفايه كبيره ولا كسكاس المهم اللي عندكم وحطوه فيه السقطر واحد تقريبا 30 حتى لساعه على حسب الوقت اللي بغيتو. ما كنتوش مزروبين راه داكشي كيدوز بالخف. صافي هنا كناخذ هذيك الشرموله ديالي وكنبدا نشرمل مزيان الدجاج ما بين. هنا كنهز الجلده ما بين الفخاد والصدر كنعمرها مزيان، وهنا كنحاول نثقب هذاك الصدر بالصبع ديالي وكنخشي لقامه باش يجيني ما يجيش بيض ملي ناكلو، كيجي فيه لقامه لداخل كيجي زوين. صافي وكنشرملها مزيان، ندخل جهه العنق، ندخل جهه الفخاد، الصدر لداخل، الكرش، كلهم كنعمرهم مزيان. صافي هنا بالنسبه للناس اللي في المغرب راه كيجيبوا من عند مول الدجاج ديك الجلده كتبقى ما مقطعاش، انا هنا مقطعه، هنا كتباع عندنا في كندا مقطعه. دونك كنحاول ندير واحد الثقبه فين نخشي داك العظيم ديال الكابي ديالي باش ما تبقاش محلوله ليا الدجاجه. وكناخذ واحد الخيط، هاد الطريقه راه ما كتحلش لكم نهائيا. كنخشيه من تحت الظهر وكندوزو على هادوك من تحت من الجناوح وكنخشي فيه دوك العظام ديال الركبات، وكناخذ الجناوح هذاك الطرف الاخر كنخشيه في ديك القنيه. هنا كطيب مجموعه ما كتفرتت ما كتحل ما حتى شي حاجه. صافي هنا غنديرهم انا في تيبويره ونخليوهم يباتوا. كنتو باغي نطيبوهم راه ضروري خصهم يترقدوا واحد 2 ولا 3 السوايع لو مينيموم. هنا غندير باش غنطيبهم تقريبا كل فروج كندير ليه 2 بصلات كبار. المهم كل واحد تقدروا ديروا 3 البصلات، تقدروا ديروا على حسب الدغميره اللي كتبغيو، واش كثيره واش قليله واش. المهم انا هذا كنشوفها جوست 2 بصلات كبار لكل فروج كتجي الدغميره هي هذيك. صافي حيت انا هنا ما غنديرش ديك الدغميره ديال القنصات والكبده وما لقيتهمش، غندير غير البصله الدغميره بالبصله. اللي عنده الكبده والقناصي وداك الشيء راه غتسلقوهم وغتزيدوهم ملي غتكونوا طيبوا. هنا غندير الدجاج ديالي، انا هنا درتو مفرق في الطياب، درت 2 بوحدهم وواحد زدت عليه البصله وزدت واحد الربطه ديال الكزبر معدنوس.
طريقه ديال الملحه، دقت لقيت ناقص. ما تكتروش الملحه في الدجاج باش ما يجيكمش مالح بزاف. هنا راه خليته طاب واحد 10 دقائق، وزدت عليه تقريبا في جوج زدت نص كاس ديال الزيت، دونك 4 كاس في كل فروج كنزيد، وغنسد عليه وغنقلبو على ظهره ونثقب داك الصدر. اللي ما بغاش يقلبو ما يقلبوش، انا كنبغي حتى داك الظهر ياخذ ليا داك اللون ديال هذا ديال المرقه. صافي غير كياخذ ليا اللون وكنقلبو عاوتاني على الصدر يكمل الطياب ديالو. صافي هنا راه كمل الطياب، كنهزو من العنق ديالو بشي مغرف، كتخشيو المغرف تخليوه حتى يبرد باش ما يتفرتتش ليكم، خليوه حتى يبرد مزيان. راه ملي كيبرد كيتجمع هذاك الفروج، هو كيتجمع الراسو. لا هزيتوه سخون راه كيكون باقي محرحر. صافي هنا غندهن انا درت الزبده والسمن ودرت زعفران شعره. المهم كيبقى لكم الحريه الاختيار في الدهين، كاين اللي كيدهن بلا موطارد، كاين اللي كيدهن بالمايونيز، كاين اللي كيدير الزبده وهريسه، الزبده وصوص صوجا. المهم كل واحد شنو كيدير. انا هنا بقيت في ديك الطريقه التقليديه اللي كنديرو ديالنا، السمن والزبده حيوانيه ماشي مارغرين، ودرت فيها شويه الزعفران شعره ودخلتهم للفرن حتى كيتجمروا مزيان. بغيتو تقليوهم في الزيت قليوهم في الزيت. هنا كناخذ هذيك لاصوص، انا راه جمعت لي صوص ديالهم كاملين، زدت عليهم واحد كاس لاروب ديال زيت العود، وحيدت داك الكزبر ودوك الجلود اللي كيكونوا، حيت ضروري الجلده. كنخليو ديك لاصوص حتى كتري حتى كتقلال مزيان. الزيتون الا كان مالح راه ضروري تسلقوه، وعاد باش كتزيدوه حتى كتقلال لاصوص عاد باش كتزيدوه. هنا الفريرجات راه مشات ليا اللقطه، حيدت ليهم دوك الخيوطه عندك تنساوهم فيهم. صافي وكتقدموا في الطبق ديالكم ولا في هادو دي باركات، انا حيت غيديوهم شي ناس. دونك درت هنا ودرت لاصوص ديالي ودرت طريفات تاع الحامض هذاك جليفات. صافي وبالصحه والراحه، راه كيجي صراحه كيجي واحد المذاق لا يعلى عليه.